والله شوفوا يا جماعة الخير، أنا يعني كنت عم فكر هيك أعمل مشروع إني أشتري تذاكر موسمية هيك لبرشلونة وصير بيعها قبل المباريات مع الألمان. والله مشروع مربح ها يعني. شو رأيكم فيه هيك؟ فكروا لي فيه بصراحة هيك، إنه تشتري تذكرة أنت الموسمية حق 11 يورو تبيعها ب 1000 يورو، 990 989 يورو على التذكرة. والله مبلغ مرتب. بكل الأحوال هاردك لبرشلونة، ألف مبروك لفرانكفورت. طبعا هي المقدمة كلها مزحة لا أكثر ولا أقل، ولا هي استهانة ببرشلونة نهائيا كما هو معتاد. شفنا برشلونه بيخرج على يد انترخت فرانكفورت، بينسف توقعاتي، جماهير برشلونه بتنسف توقعاتي، وحتى تشافي هرنانديز كمان ساهم بنسف التوقعات. الجميع كان مسؤول عن هي الخساره، ولكن راح اتكلم شوي بحديث سريع عن المباراه، وبعدين راح نحكي شوي عن تشافي وبرشلونه للمستقبل. يعني ما بصير حاليا نمسك هاي المباراه ونركز عليها بشكل كبير، كونه الفريق خرج من بطوله، فلازم نركز عليه للمستقبل قدر الامكان. طبعا راح اقسم الفيديو لاطوار شوي شوي. ابدا معكم. طبعا كنت متوقع ان برشلونه هو المتاهل بصراحه بافضليه عن فرانكفورت بالفورمه الاخيره اللي داخل فيها تشافي مع فريق برشلونه. نتائج ممتازه جدا سواء خارج او على ارضه. يعني بالمجمل هو بالدوري الاوروبي على ارضه ما عم بيكون افضل من خارج الديار، فكملها فعلا للحفله وخرج من الدوري الاوروبي. لكن كانت توقعاتي انه البرصا لا راح يعمل شيء رده فعل على ارضه بهي المباراه وراح يتاهل. لكن قبل بداية المباراة بدأت أول ضربة أو أول مسمار بنعش برشلونة بهي المباراة، ألا وهي الجماهير اللي مشترية التذاكر الموسمية اللي سمتها العالم خيانة كامب نو، أو يعني هيك تسمى تقريبا. فلازم أتطرق لهذا الموضوع وأحكي عنه. شوفوا يا جماعة بكل أمانة، أنا ما عندي فكرة قوية جدا عن هذا الموضوع، لكن اللي فهمته إنه الناس اللي مشتري التذاكر الموسمية، يلي هي أنت لما تكون منتسب للنادي أو بتشتري تذاكر موسمية. أنا بدي أشتري كل تذاكر الموسم هذا، بشتريها مسبقة من بداية الموسم، فبتشتريها بسعر مخفض 11 ل 32 يورو بتتراوح. اتوقع هيك يعني تختلف بين الانديه، لاني انا طبعا متابع مع المواقع بهي الطريقه. لكن موضوع البيع وكيف لازم تنحل هيك امور، اتوقع هيك موضوع الاداره نفسها هي اللي بتحله. انه ما بصير بيكون في وسم محدد انه انت مشجع لبرشلونه فهذا التيكت بيدخله حامل التيكت فقط، يعني هو مشجع لبرشلونه، وما بصير، مو منطق يكون في 79 ألف مشجع، كان 49 منهم مشجعين برشلونة و30 ألف لفرانكفورت. فهذا مو منطق لمباراة ذهاب وإياب. المفروض يكون جمهور برشلونة هو الأكبر. عم نحكي الآن منطق ورياضة، نحن خلينا نكون حياديين قدر الإمكان. فهي هذا الموضوع إذا وصلت لتفاصيل أكثر بحكي عنه بالمستقبل. النقطة الثانية واللي هي نقطة تشافي وأيضا تشكيلة فرانكفورت، لما شفت التشكيل فورا كتبت على فيسبوك تذكروا كلامي، فرانكفورت سيأكل برشلونة ولو في شوط على الأقل. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا جماعة. ليش؟ لأنه المدرب جلاسنر بكل أمانة اعتمد على تشكيل قلبه رأسا على عقب. تقريبا هو 3-4-2-1، أقرب ل 3-2-1 3-4-3، لكن بيكون شكله على أرض الملعب هجوميا كثيف جدا، بحيث أنت بتهاجم بخماسي ولما بدك تدافع بيتحول الشكل ل 5-4-1 تماما، لأنه ثنائي من لاعبين الارتكاز بيرجعوا مع المدافعين، او لاعبين الاظهره عفوا بيرجعوا بيدافعوا، بيصير عندك خماسي دفاعي. اللاعبين المهاجمين بيرجعوا لخط وسط، بصير عندك 5-4-1 بلوك قوي جدا. وبرشلونه ما حس انه يخترقه بكل امانه، وبيصفى فقط بوري هو الوحيد عم يحاول يهاجم. بالطرف المقابل وهون كانت الضربه، انه برشلونه يعني شوفوا بنرجع لتشكيل جلاسنر قارئ برشلونه حرف حرف، عارف مكان من القوه والضعف، فقال لك انا بدي احتوي الوسط قدر الامكان تحسما لدخول ديونج مع بيدري، لانه ما بحسن جاريهم انا. فاجى تشافي وساعده، قال له لا تاكل هم يا كبير، انا بعطيك بيدري وجافي، الثنائيه اللي ما بتركب مع بعضها نهائيا، لحد الان ما ركبت مع بعضها، وساعدوا كثير لجلاسنر بهي المباراه. فثنائيه بيدري وجافي يا شيخ، حكيتها 100 مره يا تشافي، فرينك ديونج لاعب بتبني عليه منظومه مثل منظومه برشلونه. يعني منظومه مثل برشلونه عميم بتنبنى دائما بتبنى حول لاعب، معروفه اي فريق دور بيكون مبني حول لاعب، في لاعب هو اللي بتشيله من الفريق بينتهي الفريق. بتحس انه فرطت المنظومه، تغير شكله، تغير ستايل الخروج والرجوع بالملعب تقريبا تقريبا ثلاث اثلاث اللي مقسم عليها الملعب. فالمحور اللي مبني حواليه برشلونه هو فرينك ديونج واضح جدا يعني، بس شلته تغير شكل برشلونه فورا. بتطلع هيك انت كمشجع ما في داعي تعرف شيء بكره القدم ولا بالتكتيك ولا بالتكنيك، بس طلع هيك يا اخي مو برشلونه هذا، بس تشوف فرينكي مو على ارضيه الملعب. فما بعرف تشافي شو عم يخطر له، ليش مصمم يراهن على جزئيه بيدري مع جافي؟ هاي الجزئيه ما راح تركب نهائيا. ليش؟ بيدري لو انت حاولت تنقل بناء اللعب على اساسه، بيدري هجومي اكثر مع انه دفاعي، يعني ما مثل فرينكي ديونج. سوبر فرينكي يا جماعه هو لاعب بوكس تو بوكس، بينبنى عليه لعب، هو شيء مثل لوكا مودريتش بوكس تو بوكس، تمام. بيدري هجومي اكثر ما انه لاعب بوكس تو بوكس. على الطرف الثاني جافي هو هجومي بحت، هو لاعب جناح بتحسه اكثر ما انه لاعب وسط، فتواجده دائما عم يكون بالثلث الاخير اكثر من وسط الميدان. فبيدري لوحده بده يبني لعب قدام خماسي من وسط فرانكفورت، لا يا تشافي.
فاول ما شفت التشكيل كتبت فرانكفورت سيأكل برشلونة ولو في شوط، وتذكروا كلامي وحصل. الناس اللي متابعتني على فيسبوك اكيد شايفه هذا الكلام. النقطة الثانية بالهجوم، ديمبلي، فيران توريس، وكذلك اوباميونغ، خيار انا معه. الناس اللي ضد توريس مشكلتكم، انا مع الخيار بصراحة، لكن كبداية ليش؟ هلا بحكي لانه مع بدايه المباراه شفنا فرانكفورت هو الهاجم اكثر، ضغط جماهيري مهول جدا اعطى فرانكفورت دفعه معنويه رهيبه جدا. ومع بدايه المباراه بيجيك يا معلم خطا من غارسيا لا يغتفر وضربه جزاء مبكره ب4 دقائق. فهون كان ناقوس الخطر الاكبر بدق برشلونه، واضح هي ثنائيه مظبطه نهائيا بالدفاع، كان مو بيومه غارسيا تماما. على الطرف الثاني على اليمين كان فرانكفورت مستباح جبهه برشلونه واللي هي اليسرى لفرانكفورت، منغويزا تماما خارج الفورمه تماما. ليش ما دخل ديست؟ هذا سؤال كمان بينسأل لتشافي. فكان في علامات استفهام للامانه على الخيارات من تشافي. يعني لا ما بعرف، عامل فيها بيبي جوارديولا كان اليوم بده يغير تغييرات غريبه عجيبه. يعني منيح ما خطر له يحط اراوخو مهاجم وديست حارس مثلا، ممكن، لكن طبعا انا ما عم قلل منه. هلا بدي احكي عن تشافي شوي بعد قليل طبعا. فهون فرانكفورت يا جماعه ركب المباراه بشكل اكبر، خلص بتحس المباراه راحت لفرانكفورت بشكل كبير جدا. وشفنا فرانكفورت بيسجل الهدف الثاني وسط ضياع تماما من وسط ودفاع برشلونه. انتهى الشوط الاول قلنا اوكي رح ينزل فرانك ديونغ فورا، واذا بتجي الضربه الثانيه واللي هي تقريبا كانت اول الضربات القاسمه لظهر تشافي هرنانديز، يبدو بانه بيدري هو اللي كان مصاب، فخرج بيدري ودخل فرانك ديونغ. لو كان خيار تكتيكي يلام عليه تشافي، اذا مصاب بيدري رفعت الاقلام وجفت الصحف، اوكي خلاص معذور الرجل. فرجع عندنا صار فرانك ديونغ وكذلك جافي مع بعض بوسط الميدان. بعدين شفنا طبعا اداما تراوري بدال اوباميونغ، علامات استفهام للامانه. سيرجينيو ديست بدال منغويزا خيار صح، ولو كان ديست مو بافضل احواله افضل من منغويزا بهي الايام، لكن مع هي التبديلات بيجي الهدف القاتل فورا لفرانكفورت. فرانكفورت كان فايت بفورمه رهيبه جدا ولا يمكن ايقافه نهائيا. تشافي هون طبعا بعد دقيقة 70-80 دخل طبعا لوك ديونغ، بعدين دخل منفيز ديباي. الفكرة انه هون تشافي راح لخيار، قال لك ارمي كل اوراقي. حس الفريق فصل ذهنيا، فقال بده يجدد شيء، نزل هدول اللاعبين، قال لك عسى انه يحصل شيء. وبكل امانة بالوقت الاضافي برشلونة انتفض الفريق، انتفض، حاول يعطي قدر الامكان شيء من عنده، لكن الانتفاضة اجت متأخرة. نعم سجل الفريق، سجل بوسكيتس باخر الدقائق، منفيز ديباي هدف ثاني. وصدقا انا متيقن لو في دقائق زيادة، لو ما تم تضييع الوقت من فرانكفورت، لا برشلونة بيرجع بالمباراة، بيرجع. ولكن سواء تأهل او ما تأهل برشلونة حنحكي هذا الكلام، لازم نحكي نحن. تشافي يلام، اخطأ بالتشكيل، كان في اخطاء بداية من الجماهير، ثم من تشافي بالتشكيل، ومن ثم من اللاعبين نفسهم اللي ما عطوا اللعبة حقها بكل أمانة، بداية من غارسيا ولاعبين آخرين. ما عطى الفريق مثل ما عطى فرانكفورت. هذا الشيء بيعطيك درس كروي للتاريخ يا عزيزي. بداية الروح قبل كل شيء. لما شفنا فرانكفورت وجماهيره 30,000 مشجع خلفك، أنت بتعطي أفضل ما عندك. بالمقابل يا تشافي كمان درس للتاريخ كروي، أنت شوف السقوط جاي، ما في فريق بيطلع للقمة وبيضل دائما. انت فريقك كان بترند صعود، لابد انك تسقط بشي مباراة، لكن شكل السقوط كان مؤلم بكل امانه. فانا اتوقع انه تشافي بالمستقبل بيتعلم من اخطائه. موضوع هي ثنائيه بيدري وجافي لازم ينحط لحد، اكيد طبعا الرجل هسه عم يبني، هو مشروع مدرب، ما عم نحكي عن نحن جوارديولا ولا كلوب له 20 سنه بالتدريب، هسه مدرب جديد طبعا، ويعني حلال عليه اللي عم يشتغلوا لحد الان. فلذلك لازم تشافي الان يحاول فورا يخرج ببرشلونة من اجواء الخروج الاوروبي. انا هي وجهة نظري، واتوقع تشافي يعملها فورا، بيخرج من مع اللاعبين من اجواء الخروج الاوروبي ويحاول يرتب اوراقه من جديد. ليش؟ لانه تشافي اللي اشتغله شيء محترم بكل امانه، 15 مباراة على التوالي بدون خسارة، اعلى فريق بالدوريات الخمسه الكبرى، 15 او 16 مباراة وصل، ما بعرف حاليا ورا ليفربول كان لاحقه، فليفربول بده مباراتين 3 حتى يلحق برشلونة بسلسلة مباريات بدون خسارة. تخيل اللي عمله تشافي، فاللي عملته انت يا رجل شيء محترم مع نادي برشلونة. فقط بيحتاج تشافي المزيد من الوقت والاستمرار بالدعم، خاصة من الإدارة. الجماهير أكيد طبعا، يعني تشافي أسطورة، ما أكيد ما رح ننهي مسيرته على مباراة، قدم كل شيء تشافي بالنهاية، هو خطأ يعني تمام، ولكن لازم يستمر دعمه من قبل الإدارة تحديدا، ويضل مشروعه يستمر. لا أكيد تشافي مستحيل أكيد مكمل السنة الجاي، ومشروعه رح يكون طويل مع برشلونة، أنا هذا الشيء متأكد منه. تشافي أنا أتوقع منه مشروع مدرب ممتاز جدا. هو خطأ بمباراة، لكن كان خطأ ب1000.
هي وجهة نظري عن المباراة، حطوا لنا آرائكم بشكل عام، شو رأيكم فيها وبالأحداث اللي صارت فيها، بداية من موضوع الجماهير اللي ما لازم نحمله فوق طاقته، وأتوقع أنه أنا لازم الإدارة هي اللي تحله، وشو رأيكم بأداء تشافي بشكل عام مع البارسا برشلونة. ناطر تعليقاتكم، بشوفكم إن شاء الله تعالى بفيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.